صباح او مساء الورد على حسب صورة الفيديو. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد شريف ندى، برنامج لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. النهارده هنتكلم ازاي فرد بيفرق في امه، يعني ايه واحد يقدر يغير امه كامله. بعد صراع فكري رهيب من سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما راح للكعبة وسمع سورة الحاقة من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان في صراع جامد جدا 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 في دماغه. مين الحق، أسلم ولا ما أسلمش، أقف لا أروح أتخانق مع الناس دي، لا الناس دي على الحق، لا الناس دي على باطل، اللي احنا بنعمله في المسلمين وبنعذبهم ده غلط ولا صح. كان في صراع كبير جدا في ذهن سيدنا عمر بن الخطاب، لأن هو راجل بيتبع الحق أينما كان. هو كان فاكر ان هو على حق والاسلام على باطل، بس كان بقى ساعتها الكفتين بدأوا يتوازنوا، لان هو شايف اللي هو بيعملوه ده مش صح. هنا طلع سيدنا عمر بن الخطاب بقرار ان هو يقتل سيدنا محمد ونخلص بقى من الليله دي كلها. وبالفعل خرج من بيته سيدنا عمر بن الخطاب واتجه، كان متجه رايح لسيدنا محمد وبيدور عليه. قابل واحد من الصحابه بس كان خافي اسلام، فقال له اين اجد محمد اني ابغى قتله، يعني انت هو فين انا رايح اقتله. هنا الصحابي ده اتحط ما بين نارين، يا اما يقول له لا مش هتقتله ويكشف نفسه هيموت على ايد عمر بن الخطاب، يا اما يقول له هو فين وساعتها هيروح في مشكله جدا مع النبي. فهنا اختار اقل الضررين، اي حد يموت غير النبي. قال له روح الحق اختك دي اسلمت هي وجوزها واللي قاعدين في بيتها مسلمين. طبعا ده قرار صح منه، انت اي حد يموت غير النبي. دخل سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيت اخته، لقاها هي وجوزها سيدنا سعيد بن زيد قاعدين بيقروا قران سوره طه، وما اقولكش على اللي عمله. ضرب سيدنا سعيد ورزع اخته كف على وشها، جاب من ودنها دم. وهنا كان سيدنا عمر بن الخطاب قلبه بيحن لاهل بيته، فلما لقى اخته ودنها بتجيب دم خلاص بطل انفعال ووقف الخناقه اللي كان بيعملها وقال لها وريني اللي بتقراه. هنا بقى كان شجاعة ستنا فاطمة بنت الخطاب في وشه، انت لسه مضروبة واخدة قلم لوحك في وشه كده، قالت له لا هذا كلام الله لا يمسكه نجس، يعني انت نجس ما ينفعش تمسك كلام ربنا، روح استحمى. طبعا انا مش عارف هي جابت شجاعة منين انها تكلم سيدنا عمر بن الخطاب كل الكلام ده، بس ده كان السيدة فاطمة بنت الخطاب. وبالفعل سيدنا عمر بن الخطاب راح ودخل واستحمى وخرج ومسك الصحيفه اللي كان معاهم وبدا يقرا سوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. فبدا يقرا قلبه حن جدا وقرر ان هو فعلا هيعتنق الاسلام. لهم ودوني لسيدنا محمد، وفعلا خده وراح بيه عند دار الارقم ابن ابي الارقم اللي كانوا بيقعدوا فيه مع بعض. راح وخبط على الباب، الصحابه بصوا من جوه، سيدنا عمر بره. طبعا ما كانش سيدنا ساعتها، كان عمر بن الخطاب وكبير المشركين وليله كبيره قوي. طبعا بقى اللي نط من الشباك واللي استخبى عمر بن الخطاب بره. مين اللي خرج له؟ سيدنا حمزه اسد الله. خرج ضمه كده، ماذا تريد؟ قال له ما جئت الا في الخير. وفعلا خده لسيدنا النبي واعلن الاسلام. واول ما اعلن اسلامه راح جاي راح لرسول، راح الاول قال مين اكتر واحد زي ما تقول ايه ما بيتبقش في بوله في بقه فوله في قريش؟ لقى مين؟ جميل ابن معمر. قالوا هو الراجل ده اكتر واحد بينقل الكلام. وبالفعل راح له سيدنا عمر وقال له او تدري يا جميل لقد اسلمت. وهو واقف لسه بيتكلم معاه، قال له طب انا لازم اروح في اي حته دلوقتي، ومشي وسابه. وهو سابه وقعد بقى ينادي يا قريش يا معشر قريش لقد سبق عمر لقد سبق عمر. وسيدنا عمر ماشي وراه، لا والله بل اسلمت، لا والله بل اسلمت. شايف القلب اللي هو لا انا اسلمت خلاص، انا اسلمت، انتوا اللي انتوا عايزينه. وراح لعمرو بن هشام اللي هو ابو جهل وراح خبط عليه في بيته، قال له او تدري يا ابا الحكم لقد اسلمت. راح جاي سيدنا، راح جاي ابو جهل قال له قبحك الله وقبح ما جئت به، وقفل الباب في وشه. ايه الجراءه دي؟ انت داخل لراجل بيت تقول له انا اسلمت؟ ورجع لرسول الله سيدنا عمر بن الخطاب، رجع لرسول الله قال له او انت اولست على حق؟ قال بلى. اولست رسول الله؟ قال بلى. قال له لما نرضى الدنيه في ديننا؟ يعني احنا ليه بنرضى بالاقل ومستخبين ليه؟ قال له لا والله ما بعد هذا اليوم، يعني مش بعد اللي حصل ده. وخرج المسلمين في صفين اتنين، صف على راسه سيدنا عمر بن الخطاب وصف تاني على راسه سيدنا حمزه بن عبد المطلب.
طبعا اي مشرك بيشوف الصفين دول على راسهم سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزه بيتلم، خلاص دول في سكه تانيه. وبالفعل خرج المسلمين ورا الاثنين البطلين الاسدين دول، وبداوا يلفوا الكعبه ويطوفوا ويصلوا هناك. وهنا الكفار كلهم اجمعوا ان احنا مهما عملنا الاسلام بينتشر، وكل لما نزود ناس تانيه مننا تسلم. وده الفرد تاثيره ايه في المجتمع؟ ازاي فرد واحد اثر في امه؟ ازاي بعد ما كانت الدعوه سريه، بعد ما عمر او سيدنا عمر او سيدنا حمزه اسلموا بقت دعوه جهريه، والناس بقت بتمشي في الشارع تقول انا مسلم. وده اللي يثبت لنا جوانا ان الموضوع مش مجتمع يتغير. ابدا بنفسك ثم بمن تعول. انت مش عارف تاثيرك انت في المجتمع هيبقى ايه. ربنا مش هيحاسبك على النتيجه، ربنا مش هيحاسبك احنا خسرنا ليه ولا ما كسبناش ليه. ربنا هيحاسبك على فعلك انت. ابدا بنفسك ثم بمن تعول. وبس كده. وفي اخر الحلقه انتوا عارفين هتعملوا ايه. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو انتوا مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، لان الكلام ده بيدعمني جدا. وبس كده يا سيدي، سلام.